ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. جوز بنت دخل عليا وكان معاه هديه، واول ما فتحتها لقيتها قميص نوم وبيقول لي هيبقى حلو عليك قوي يا حماتي، وانا نفسي قوي اشوفك بيه. لو حابين تعرفوا اكتر عن تفاصيل الحكايه كملوها معايا لحد الاخر، ويا ريت تدعموني بلايك واشتراك في القناه، علشان ده بيشجعني على ان انا اقدم لكم المزيد من القصص الممتعه وكمان الجريئه. ويلا بينا نشوف صاحبة الحكاية اللي معانا بتحكي وبتقول ايه. صاحبة الحكاية بتحكي وبتقول: أنا عواطف وعندي 43 سنة، وأنا ست زي بقية الستات. طول الوقت ما وريش أي شغل خالص غير في بيتي، بخلص مصالحي وبقعد بشوف نفسي وبلبس حاجة كده تكون فضفاضة، أو أحط ماسك أو كريم على وشي زي معظم الستات ربات البيوت. وأنا جوزي موجود معايا، لكن هو أكبر مني ب10 سنين، باين عليه الكبر والعجز قوي، لأن هو طول الوقت ومن يوم ما عرفته وهو كان شايل الهم لوحده، لأن هو وحيد على 5 بنات، علشان كده كان طول الوقت شايل هم اخواته البنات. وأنا مخلفة منه 3 بنات وكمان ولدين، الحمد لله كل واحد فيهم متجوز وليه شقة لوحده، وبناتي كمان كل واحدة متجوزة وفي بيت جوزها. وكل جمعة ده يوم أساسي بنتجمع كلنا عندنا في البيت، بكون عاملة لهم غدا ليهم كلهم، الولاد والبنات كل واحدة بتيجي بجوزها بعيالها، نفس نظام برضه ولاد الصبيان بيجوا بحريمهم بعيالهم، وبيبقى يوم عائلي وأسري بينا، بيبقى بصراحة يوم لطيف جدا. كنت متعودة ان انا مقعدش قدام منهم بحاجة خارجة، يعني حاجة بنص كم او حاجة تكون ضيقة او ملفتة. كنت طول الوقت متعودة من ايام ما كان جوازة بناتي مخطوبين ليهم، وانا كنت ملتزمة بالإسدال. وطبعا كل سنة بيجيبولي كل واحد فيهم عيد والموضوع دوت هما معودين عليه من أيام الخطوبة. أنا مش محتاجة منهم عيد ولا أي حاجة، لكن هما بيقولوا دوت تقدير وبنعبر لك على حبنا ليكي. وأنا جوزي راجل طيب جدا، ملوش في أي حاجة خالص، ولا ليه في لوع الجدعان ولا الرجالة بتاعت اليومين دول. صريح أوي اللي في قلبه على لسانه، يعني لو حب حد بيقوله أنا بحبك، ولو كره بيقوله أنا بكرهك. مفيش عنده حاجة اسمها إن هو يخبي ويداري، وأنا متعودة معاه على الطريقة ديت. كان طول الوقت بيقعد معايا وبيقولي: يا عواطف، أنا مش برتاح لجوز بنتك أمل محمود. هو بصراحة شاب كده حاسس إن هو كل نظراته خبث ولقم، ما برتاحش ليه خالص من أول ما جه وشفته. لكن بنتك زي ما انت عارفة هي اللي كانت طول الوقت مصرة عليه، وأنا حذرتها منه بدل المرة 10، لكن هي دايما بتقول: ده حبيبي يا بابا وأنا بحبه ومش هتجوز غيره، ما كل حاجة كانت قدام منك. كنت برد عليه دايما وبقوله احنا ما شفناش منه اي حاجة مش كويسة، وطول الوقت الولد صايم بنتنا، وهي مش بتشتكي من اي حاجة ابدا، وبدام مرتاحين مع بعض يبقى احنا ما ينفعش نتدخل خالص، وربنا يهدي سرها هي وبقية اخواتها. كان طول الوقت بيقولي ان هو مش مرتاح له، هو علشان خاطر الولد شقي حبتين وكمان جريء قوي زيادة عن اللزوم في الكلام معانا، فعلشان هو كده مش بيرتاح ليه. وفي يوم من الأيام لقيت جوز بنت محمود دوت بيتصل على الموبايل بتاعي وقت ما كان جوزي نايم، وهو عارف ان هو بينام في الوقت دوت، لأنه هو متعود على الميعاد دوت من سنين طويلة وكلهم عارفين مواعيده. ولقيته بيكلمني وبقوله: ازيك يا محمود، عامل ايه؟ امال امل فين؟ قال لي: ده انا بايت في الشغل النهارده، حبيت اقعد واتكلم معاك شوية على انفراد، وانا عارف ان عمي نايم. قلت له: خير يا حبيبي، في حاجة ولا ايه؟ عاود يكون امل مزعلاك في حاجة؟ لقيته بيقولي: بصراحة هي مقصرة معايا في حاجات كتير جدا يا طنط، وانا ما بقتش قادر استحمل على الوضع دوت. انا راجل وشاب لسه وليا مشاعر وعندي طاقة عايزة تخرج، وكل ما بروح بلاقيها نايمة، يا اما تقولي انا تعبانة مع العيال طول النهار، انت ليه مش بتحس بيا؟ وانا خلاص ما بقتش قادر. رديت عليه وقلتله: بس دي اسرار بيوت يا ابني، وما ينفعش خالص ان هي تطلع لاي حد كده. قال لي: ما انت مش اي حد، انا عارف ان انت اللي هتريحيني يا طنط، وراحتي في ايدك انت، ارجوكي تعملي اي حاجة وتكلميها باي طريقة واي اسلوب، خليها ترضى عليا اليومين الجايين دول، لان انا خلاص بقيت على اخري،
ما بقتش قادر استحمل حاجة زي كده ابدا. قلت له حاضر يا محمود، هحاول واتكلم معاه. حسيت ان هو من كلامه ان هو بيتلمح لحاجة معينة مش قادرة افهمها. فضل يتكلم معايا كتير جدا ويفتح معايا في مواضيع كتير جدا ملهاش اي لازمة، لدرجة ان الكلام بينا وصل على ان هو بيسألنا عن العلاقة اللي ما بيني وما بين جوزي، وبيقولي يعني هو عمي اللي لحد دلوقتي مش بيعمل معاك العلاقة، وهو راجل كبير برضه، واكيد هو في احتياج لحاجة زي كده. رديت عليه وقلت له دي حاجات ما ينفعش ان انا اتكلم معاك فيها خالص يا محمود، وان كنت حكيت له مشكلتك فانا هتكلم مع امل بالراحة. ومن بعد المكالمة ديت لقيته كل يوم والتاني جاي عندنا من غير سبب، وطبعا بيجي برضه في الأوقات اللي عارف فيها إن جوزي ما بيبقاش يا إما موجود يا إما نايم، لأن هم حافظين مواعيده، وجوزي روتيني جدا، مواعيده ما بيعرفش خالص إن هو يخلفها. لقيته بيحاول إن هو يقرب مني زيادة عن اللزوم وإحنا قاعدين وبنتكلم مع بعض. كنت بحاول إن أنا أبعد أكتر أكتر ويكون فيه مسافة بيني وبينه، لكن كل ما كنت ببعد بلاقيه بيقرب، لكن بطريقة غير مباشرة. وفي يوم من الأيام وكانوا متجمعين كالعادة، وكان يوم عيد الأم، وكل واحد فيهم كان جايب لي هدية، إلا دوت لقيته جايب لي الهدية بتاعتي وأنا في المطبخ. كنت مستغربة جدا، هو ليه ما قدمش هديته وإحنا قاعدين كلنا في الأنتريه؟ لكن لقيته بيقول لي يا طنط أنا عايز شوية قهوة من إيدك الحلوين. دخلت المطبخ وعمل له القهوة، لقيته داخل ورايا وفي إيده شنطة، وبيقول لي هي ديت الهدية بتاعتي، يا ريت تعجبك، ومرضاش اديهالك قدام منهم علشان خاطر محدش يشوفها، وأرجو إن محدش يشوف خالص الهدية ديت يا طنط. أول ما فتحت الهدية لقيتها قميص نوم أحمر ملعلع بحمالات رفيعة جدا وقصير. رميت القميص دوت على الأرض وقلت له ايه القرف اللي انت جايبهولي ده؟ لقيته بيقولي بصراحة هياكل من على جسمك حتة، وهيبقى حلو قوي على جسمك الأبيض، أنا هموت وأشوفك بيه يا طنط. اديته بالقلم على وشه وقلت له طنط ايه انت خليت فيها طنط؟ اخرج من هنا وخد القرف اللي انت جايبه دوت من غير ما صوت وألمهم كلهم عليك، وساعتها انت عارف ايه اللي هيحصل. ومن ساعة اللحظة ديت وأنا خلاص اتأكدت إن كلام جوزي كان كله صح عليه، إن هو مش مرتاح له، فعلا عرفت إن هو عنده حق. لكن أنا ما كانش ينفع خالص غير إن أنا أكون محايدة بينهم، علشان خاطر مهما كان إن هو جوز بنتي وهي مخلفة منه، غير إن هي بتحبه. سكت على الموضوع دوت وما فتحتوش مع أي حد نهائي، خليته بيني وبين نفسي. وطول الوقت هو حاسس بالذنب وبيحاول يكلمني، لكن أنا مش برد عليه، ومرة بعد مرة عملتله بلوك. وطبعا مهوش ساجر يتكلم مع أي حد ولا يشتكيله إن أنا مثلا ما بردش عليه، علشان عارف النصيبة اللي هو عملها. ومن وقتها وأنا مبكلموش، ولما باجي وبكلمه قدام منهم وهم عندنا يوم الجمعة بكلمه من تحت الدرس، علشان خاطر محدش يحس بحاجة. ما ينفعش أعمل غير كده، لأن مهما كان هو جوز بنتي، اللي أقدر أعمله إن أنا أحرص من الكلام معاه. وكمان ما ينفعش أكون أنا وهو لوحدينا أيا كانت الظروف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحكاية اللي معانا. ولو عجبتكم حكايتنا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، واستنوني في قصة وحكاية جديدة. مع السلامة.